السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل اكل ايه سهلة وجميلة. معايا كده سمك. عندي 2 سمك تونة و2 سمك بلطي. هنا جبت السمك بقى بنضفه معاكم، بفتح السمكة كده من قلبها، بنضفها معاكم. لو فيها اي حاجة تشيلها كده بظهر ايدك، وبعد كده هنيجي نغسلها تحت الحنفية. هنعمل جنب السمك ده بقى شوية رز صيادية او رز احمر، حاجه كده ما شاء الله زي العسل. وصينيه السمك دي بقى حاجه كده زي العسل، لا هنقلي ولا هنشوي. امال هنعمل ايه؟ ان شاء الله هتشوفوا معايا الطريقه ويا رب تعجبكم. هنا كنت بنضف السمك، هنا كنت شلت كده راسه. بصي بايدي كده بظهر صباعي كده اهوت، لو في اي حاجه من جوه شيليها. هنا كنت بغسله تحت الحنفيه. بصي اي حاجه كده تحت الحنفيه كده تحت الميه بشيلها على طول بايديا كده. لازم السمك يبقى نضيف معانا كده من جوه وزي الفل. بصوا، عندي بقى حد بيحب السمك البلطي وحد بيحب السمك التونه، فانا جايبه على قد عددنا الصراحه. التتبيله بتاعت السمك بقى خطيره. نبدا بسم الله ويلا يلا نشوف التتبيله. عندي هنا بقى الكبه بتاعتي، جبت عدد 5 فصوص توم وثلاثه فلفل سبايسي. اللي عايز يحط سبايسي يحط، اللي مش عايز خلاص حط قرنين فلفل رومي او 3 فلفل رومي على حسب السمك اللي هتعمليه. وحطيت برضو قرن فلفل احمر كده يديله شكل ويديله طعم، يبقى تحفه. هضربهم بقى في الكبه واقول لكم على التوابل اللي حطيتها عليها. فرمتهم كويس جدا وهنضيف التوابل ان شاء الله. هنا جبت طبق، نزلت كل اللي انا ضربته بقى في الكبه في الطبق، وهحط التوابل. معايا بقى 2 ليمونه متقطعين. السمك يعني ليمون، عصير الليمون كده. طالما في سمك يبقى لازم ليمون، حاجه اساسيه على طول عندنا. هضيف عليهم كمون، كمون ده اساسي. بهارات سمك، كزبره وملح وشويه من البابريكا، وانزل عليهم بحبه خل. انا هنا كده هحط التوابل بتاعتي. ما شاء الله السمك كان ريحته تحفه وكان طعمه جميل، مش عايزه اقول لكم والله. هنا كده نزلت بالكمون، نزلت بالبابريكا، حبه ملح، هحط بقى حبه خل واقلب بيهم. هنتبل بيهم السمك عادي، وهنركن السمك شويه في التتبيله. يعني بعد ما نتبل التتبيله ديت في السمك هنركن السمك شويه في التتبيله، عقبال ما هعمل لكم تتبيله تانية برضو تحفه. بصوا هنا كده كنت بقطع السمك، مش عارفه السمكه دي كانت صحيه ولا جريت مني. هنا بوريكم ان انا كنت بقطعه. افتحيه كده كام فتحه كده من الظهر، لان هنا بتدخلي فيها التتبيله بتاعت السمك بتبقى تحفه. هنا كنت بوريكم بقى اتبل السمك. بصي حطي بقى بره وجوه، وحطي في الفتحات بتاعت السمك دي اللي انت عاملاها، بتخلي السمك ما شاء الله مسكر معاكي. لو اولادك ما بياكلوش السمك بالتتبيله دي هياكلوا ان شاء الله. بصي كده في قلب السمك من جوه وبره وجوه. هنا كنت جبت الطاجن رصيت فيه السمك بقى وهسيبه شويه. هنا السمك سنجاري كنت فاتحاه، قلت هسيبه شويه عقبال ما ارجع لكم تاني. هنا جبت حله حطيتها على النار، حطيت فيها حبه زيت،
قطعت فيها بصلتين كده، بصلتين كبار. سمك يعني ايه او رز يعني بصل كتير، الرز بيحب البصل. هنا جبت طاسه حطيت فيها معلقه ونص سكر، هسيبهم يتكرملوا كده، وطي عليهم البوتاجاز خالص لغايه ما يتكرملوا، وهرجع تاني اقول لكم هنعمل بهم ايه. هنا كنت رجعت للرز، البصل ولا ايه. هنا كان خلاص بقى السكر اتكرمل معايا، هطفي عليه وهرجع تاني للبصل اشوفها. انا هنا بقى عايزه البصله متحمره لونها بني مش محروقه، لو محروقه بيمرر الرز، انا عايزاها لونها بني. هنا بقى ايه التتبيله بتاعت السمك التانية: جزر مبشور، طماطم متقطعه، بصل، فلفل الوان. هجيب طبق انزل فيه بده كله، هحط شويه من التتبيله بتاعت السمك اللي انا ركنتها، هاخد منها كده معلقتين 3 واقلبهم ايه بيها. حطيت شويه من توابل السمك برضو، شويه من الكزبره، شويه من الكمون، السمك بيحب الكمون، حبه من البابريكا، حبه من الملح، هنزل بيهم بقى ايه بربع كوبايه زيت كده، اقلبهم مع بعضيهم. هنحط بقى التتبيله دي تحت السمك في الطاجن كده من تحت، وفي قلب السمك من جوه. يا سلام، التتبيله كانت لوحدها اصلا وانا بقلبها كانت ريحتها تحفه، مش عايزه اقول لكم والله ريحتها كانت جميله قوي، يعني هي بتتكلم عن نفسها اصلا. هنا بصوا بقى رجعت للبصل، انا غاليه ميه في الكاتل، هنزل عليه معايا نص كيلو رز متنقي كويس جدا ومغسول كويس جدا ومتصفي. هنا بقى هاخد كبشه السكر اللي اتكرمل، هاخد حبه من الشوربه دي واحطها ايه في قلب الحله. السكر هنا يا جماعه بقى بيدي للرز طعمه تحفه وبيخليه لونه جميل، انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. هنا كنت حطيت بقى ايه بقيه التتبيله اللي انا كنت راكناها بتاعت السمك الاولانيه، هنزل باتنين مكعب مرق الدجاج، اللي حابب يحط يحط، اللي مش حابب خلاص. حبه كزبره، حبه كمون، حبه توابل سمك، وقلبي بقى. جبت الرز اللي مغسول كويس جدا ومتصفي، هنزل عليه دلوقتي اهوت، هنزل على في قلب الحله بالرز. هنا كان الرز بتاعي محتاج ميه كمان، هنزل بحبه ميه كمان يا دوبك بس غطيته. هنا كنت جبت بقى الطاجن بتاعي، الخلطه اللي عملتها هحطها كده في شويه في الصينيه من تحت، وايه وهحط برضو على السمك ايه من فوق حبه خضره بقى رشيهم عليها، ليمون بقى وظبطي الدنيا كده، قطعي ليمون شرايح كده وزوقي الدنيا. العين بتاكل يا جماعه، ايوه العين بتاكل قبل البق. هنا بقى في الطاجن بتاعي التاني برضو نزلت عليه، حطيت حبه كده في الطاجن من تحت، جبت السمك بقى البولتي حطيته من جوه بقى كده، يا خراشي كان على طعمه تحفه والله. هنا كنت خلاص بقى بوريكم ان انا كده ايه حشيته اهوت، وخلاص كده بقى ايه هدخله الفرن. بقيت الخلطه حطيتها عليه كده من فوق. هنا كان الرز بتاعي اتشرب، يا دوبك وطيت عليه خالص. هنا كان خلاص بقى استوى كده. هنا طلعت السمك من الفرن، اظن يا جماعه هو بيتحدث عن نفسه، الريحه كانت تحفه والطعم كان تحفه.
انا بوريكم بصوا الرز شكله بني ازاي وجميل. الرز كان لوحده اصلا كان طعمه تحفه والله، كان جميل جدا. هنا حطيته في طبق كده، ظبطي الدنيا كده وزوايا اكلك كده. هنا كنت خلاص بقى. يا رب يكون خفيف على قلوبكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.